جيت نعاود لكم قصتي مع مرت لوسي اللي بغات تطلقني من راجلي باش تزوجو لبنت خالتها. ولكن وقعت واحد الحاجه اللي غادي تصدمكم وما نحرقش لكم التفاصيل. ونبداو في قصه. انا سميتي سميه. من نهار عقلت على راسي وانا عايشه مع ماما على حسب ما عودوا ليا الاب ديالي تخلى عليا وانا مازال صغيره. كانت دارت به واحد اللفعه وطلق من ماما وتزوج بها، وكان في كل شهر كيصيفط النفقه ديالي. وحتى ماما ما قصراتش من جهدها، خدمت في واحد لوزين ديال الخياطه وما خلتنيش مخصوصه من حتى حاجه حتى وصلت ل 11 سنه. ماما جوها الخطاب وتزوجت وانا بقيت في الدار جدي، يعني جدي وجدي الوالدين ديال ماما. دوزت معاهم اكفس ايام حياتي بسبب العيالات ديال خوالي، وحده ساكنه معاهم في الدار ووحده اخرى كانت ساكنه بعيده عليهم. وهذيك اللي بعيده عليهم اللي كنمشي عندها ما كتحملش فيا الشعره، اما هذيك اللي ساكنه في الدار جدي تكرفصات عليا بزاف. انا ما حيلتي لقرايتي ولا الشقه ديال الدار وانا مازال طفله صغيره، وكانت كتقول لي ماماك اللي تزوجت وتهنات وانا وحلتي ليا فراسي. المهم دوزاتها عليا وميكت وصابره، وبقيت واحد المده حتى خديت الباك ديالي، ولكن ما كملتش في لافاك. فقررت ندخل التكوين وناخد دبلوم ديال عامين ونخرج نخدم على راسي. هذا الشيء اللي درت. يعني كافحت حتى خديت هذاك الدبلوم وبديت كندفعو للشركات. وكنقول على الله يعيطوا ليا، ولكن والو حتى شي حد ما عيط ليا. في هذاك الشهر بالضبط حتى قلت صافي نسى عليا الخدمه. وفي واحد الصباح كيعيط ليا واحد السيد وقال لي السلام عليكم اختي بخير. بقينا كنهضروا حتى قال لي في اقرب وقت اجي تشوفي شنو غادي يديروا معاك. فقت في الصباح وجدت راسي ومشيت عندهم. طرحوا عليا بعض الاسئله والحمد لله جاوبت عليهم كلهم، وقالوا لي مرحبا بك راه تقبلتي معنا تخدمي في الشركه. فرحت بزاف ما قدتني فرحه. هزيت التليفون وعيطت على ماما وقلتها ليها، وفرحات ليا وقلتها حتى لجدتي وجداتي، وقالوا لي الله يسر لك يا بنتي. يعني ومشيت لواحد المغازه شريت 3 ديال البيسات. راكم عارفين بديت معاهم الخدمه من نيتي. وفاش تخلصت في الشهر مشيت شريت الكادوات لجداتي وجدي ومرات خالي والولاد ديالها. حتى مرات خالي من داك النهار ميكات عليا ولات كتعامل معايا مزيان، حيت فيما كنشد الصالير ديالي كنخرجها هي ووليداتها. وحتى جداتي كان ساريهم، اما ماما ما كانتش ساكنه في نفس المدينه ديالنا. يعني حتى الدار اللي انا ساكنه فيها راه ما كنخلص لا كرا لا ضو ولا ماكله، فقط كنكسي راسي وكنكسيهم مره مره. فكنت كنجمع شويه ديال الفلوس. ملي دازت 3 سنين لقيت راسي جامعه واحد المبلغ اللي هو لا باس به، وكنقول غادي يجي واحد الوقت اللي غادي ينفعوني هاد الفلوس. كيف العاده مشيت لخدمتي، ولكن هاد المره ماشي بحال المرات اللي فايتين. ملي كنت خارجه من الخدمه شافني واحد السيد وبقى تابعني، وفي واحد اللحظه قال لي يا اختي ممكن نسولك؟ قلت ليه مرحبا. قال لي ما تفهمينيش غلط، مؤخرا كدوزي هنايا في هاد الطريق وما كرهتش نتعرف عليك وتعطيني فرصه الا بغيتي نهضر معاك. قلت له سمح لي وهو يزرب عليا. قال لي ما تفهمينيش غلط، راني بغيتك الحلال، اذا كان ممكن تعطيني تليفون ديالك والا تفاهمنا نجي نخطبك من داركم. قلت نعطيه النمره ونشوف واش بصح يعني باغي المعقول ولا لا. عطيتها له ومشيت في حالي. وفي هذيك العشيه عيط ليا وقال لي واش وصلتي للدار؟ قلت لي ها الحمد لله وصلت بخير وعلى خير. وقال لي هذه هي نمرتي، وبقينا كنهضروا. عرفني براسو وعاودت لي حتى انا عليا كما عاودت لكم من نهار اللي تزوجت فيه ماما. كنا كنهضروا مع بعضياتنا شويه بشويه حتى تعلقت به، وحتى هو نفس الشيء. دازت واحد 3 شهور وحنا كنهضروا. في واحد النهار قال لي غادي نهضر مع مالين الدار ونجي نخطبك. يعني كلامو فرحني وتاكدت بلي بصح باغيني المعقول. وقلتها لماما وقلت لي مرحبا به حتى يجيو ونتعرفوا عليهم ويكون خير ان شاء الله. بعد جا هو وامه باش يتعرف على عائلتي وحتى عائلتي يتعرفوا عليه. صراحه كبرنا بهم
ملي دخلت الام ديالو هي كتشكر فيا وتعاود قالت لماما جينا طالبين راغبين في يد بنتكم لولدي، وقالت لينا ولدي ها هو قدامكم، ما غنشكروش ليكم. واحد الولد اللي هو ظريف داخل سوق راسو، واللي ويلا قبلتوا علينا بنتكم ما ينقصها حتى شي خير. وصراحه باين عليهم الناس ديال الخير، غير من داكشي اللي جابوا لينا معاهم. وحتى جدتي وجدتي وماما قالوا لي الناس باينين الله يعمر ليهم الدار، غير توكلوا على الله. ردينا عليهم بلي حنا موافقين، ولكن هو شرط عليا واحد الشرط وقال لي يعني خصك تسكني مع عائلتي. قلت ليه ماشي مشكل، انا موافقه مادام انت حدايا ما عندي حتى شي مشكل. صافي الغد ليه مشات لماما لدارها عند راجلها، السيد اللي بغى يتزوج بيا مزيان معايا، ما كان غير الحب والغرام. وقال لي باللي دارهم كاين، في دارهم كاين خوه الكبير ومرات خوه، وعنده جوج خواتاتو مزوجين. خواتاتو كنت مره كنهضر معاهم في التليفون، وكانوا ظريفين مساكن، وكنت عزيزه عليهم. كيقولوا لي انت ظريفه وزوينه ماشي بحال مرت خوهم الاخرى. كانت بيناتهم مشاكل حيت كتحقر على الام ديالهم. واخا هكاك ما خديتش كلامهم بجديه، قالت ملي نتزوج يعني انا نتعامل معاهم مزيان، حيت حتى هي اصلا كتعاملني مزيان بحال بنتها. في داك الوقت خطيبي حدد موعد ديال العرس، يعني قال لي راه حددت موعد ديال العرس اللي هو مناسب ليكم ولينا نتوكلوا على الله. قال لي هضري مع العائله ديالك، وانا راه هضرت مع العائله ديالي. صافي اتفقنا العرس يكون من بعد 5 شهور بالضبط في الصيف، حيت واحد خوه كاين في اوروبا هو وولادو كيقراو تما. قلت ليه احسن ما درتي، منها انا وجدت كلشي على اتساع واحد المده، وهو يقول لي بغيت نفرش بيت النعاس، وبغيت ناخد على ذوقك اذا كان ممكن نخرجوا. وقال لي من هاني تختاري الحويجات ديال العرس. ديك الساعه كان باقي العرس غير شهر. خرجنا انا وياه والوالده ديالو، واختاريت كلشي على ذوقي، من الحوايج ديال العرس، من التكشيطات، من القفيطنات، من الجليلبات، كلشي. وحتى بيت النعاس يعني اختاريته انا على ذوقي. وفي نفس الوقت ماما وجداتي حتى هما كانوا كيوجدوا لي. حسيت بداك الشهر امتى داز حتى لقيت راسي في دار راجلي. من بعد الزواج سافرنا انا وراجلي، مشينا ندوزو واحد 15 يوم، فوجنا سافرنا ضحكنا لعبنا. المهم كانت اجمل ايام حياتي، كان مفششني وما خلى ما دار على قبلي. ومن بعد رجعنا للدار عند عجوزتي. ملي رجعنا ما خلى ما دار ليا قدام عائلته، كبر بيا، وحتى انا ما قصرتش من جهدي. كانت تهلا في الوالده ديالو. وملي جي راجلي للدار وهي كتشكر فيا، وحتى راجلي عجبو الحال بزاف وفرح. اما بالنسبه لمرت لوسي فانا وياها كنا كنتناوبوا على الشقه ديال الدار، وكنت ديما كنحاول نتقرب منها وجبد معاها الهضره، واخا هي كتهرب مني وكنحس باللي كتغير مني، مع ذلك كندير ليها الخاطر. واحد النهار كانت نوبتي في الشقه، صيبت الغدا وتغدينا وجمعت الدنيا ومشيت درت القيلوله ديالي. مع فقت نيشان مشيت للكوزينه، كنوجد في العشاء وفي نفس الوقت كاسكروط، كنوجد الشهيوات، درت القهوه، راكم عارفين كنوجد في العشيه. مع هذيك 6 كيدخل راجلها وراجلي من الخدمه. هي هذيك ملي جاو يعني لقاو الطبله على حقها وطريقها، وراجلها وهو يقول الله على ريحه القهوه شحال زوينه وباينه غتكون بنينه، ومراته كانت تما وكانت كتسمع. اما ملي بدا كياكل وهو كيشكر ليا في داك المسمن ديالي، قال لك اول مره كياكل بحالو. صراحه حتى راجلي عجبو. اما عجوزتي كتقول ليهم عروستي حادقه تبارك الله، نقزت مرطلوسي وهي تقول ليهم اللي شافكم يقول عمركم ما كليتوا المسمن من يدي. وعجوزتي كانت واحد المراه مسالمه ودائما كتجنب الصداع. كملوا ماكلتهم وكل واحد فيهم مشى، ومشيت انا غسلت لي الموينات وجمعت الدنيا ودرت العشاء. وشويه وعيطت لي راجلي قال لي اجي عندي لك واحد الخبار زوينه. قلت ليه الله يسمعنا، خبار الخير؟
قال لي بلي راه خديت كونجي فيه سيمانه. قلت نسافروا انا وياك ونبدلوا الجو شويه. وخرج عندهم كانوا مجموعين. قال لي اليوم راه غدا ان شاء الله راه غادي نمشيو انا ومرتي، يعني غنسافروا ونبدلوا الجو شويه. وعكوزتي قالت لي مزيانه ولدي، دي مرتك تفوج، راه شحال وهي مسكينه غير في الدار. قال لي يا راجلي سيري جمعي الحوايج، غدا ان شاء الله نشدوا الطريق. داك السفر كان جا على غفله. جمعت حوايجي بالزربه، شي نسيتو شي جمعتو. المهم في الصباح شدينا الطريق لواحد المدينه سياحيه زوينه. صراحه راجلي ولد الناس ساراني ديك البلاصه مزيان. خرجنا درنا تقضينا داكشي اللي خصنا، وشرى ليا شي كادوات. المهم تهلا فيا. وديك السيمانه دازت دغيا، سبحان الله الايام الزوينه دغيا كدوز. وملي رجعنا للدار كنت خديت الكادوات، جبت معايا الكادوات لكل شيء. من بعد ما دازت واحد 10 ايام رجعنا للدار، ومرت لوسي هنايا تبدلات عليا. ملي كنهضر معاها ولا ملي كنسولها على شي حاجه فين كاينه كتقول لي ها هي لهيه غير بالجميل. وبدات ديما كتعامل معايا بحال هاد الطريقه. وبديت كندورها في راسي، كنقول مع راسي واش درت ليها شي حاجه، واش قلقتها، داكشي علاش ما بقاتش كيف ما كانت، بدلت معايا التصرفات ديالها. هم اللي كندورها في راسي كنلقى انني ما دايره ليها حتى حاجه. صافي بقينا بحال هكاك. وديما كانت كتخوي فيها سمها. وملي كنلبس شي حاجه كتقول لي كاع ما جاتش معاك، كاع ما جا معاك داك اللون. قلت مع راسي صافي خليها، محدها ما جاتنيش نيشان وما قالت لي حتى حاجه، طبر راسها اللي عجبها تقول. وانا نميك عليها. واحد النهار كنت توحشت دارنا، وقلت لراجلي غنمشي ندوز معاهم واحد 3 ايام. يعني دارنا هي دار جدي وخوالي. ودرت حتى مع ماما باش نتلاقاو تما نشوفها، يعني ونتجمعوا مع بعضياتنا ونتشاو. فعلا مشيت عند دار جدي وخوالي وتلاقيت مع الام ديالي حتى هي تما. وفي هاد الفتره اللي كنت عند دار جدي كان راجلي ديما كيعيط ليا وكنهضروا في التليفون، كنهضروا حتى 4 المرات في النهار. من بعد ما دازت واحد اليومين عيط ليا راجلي قال لي واش غادي تجي، راه عندنا ضيوف في الدار. قلت ليه شكون؟ قال لي راه جات بنت خالت مرت لوسك، قالت لك جابتها باش تخمل معاها الدار. قلت ليه مزيان وقطعت عليه، حيت كان شي واحد كان كيتصل بيه وما كملناش الهضره. وانا بقيت كندورها في راسي. قلت مع راسي التخمال ما درناه غير هاد الشهر، يعني درنا التخمال الكبير. وملي عاودت لماما شنو وقع، قالت لي جمعي شطايتك وسيري لدارك، مرت لوسك ناويه على شي الشر. بحكم كنعاود لماما على قبل التصرفات ديالها، وماما كانت عندها تجربه، با كان خلاها على قبر مرا اخرى. درت بكلامها ومشيت بحالي. وديك السيده صراحه اول مره غنشوفها، كانت زوينه، مازال صغيره، غتكون تقريبا في عمري. ضاربه لك واحد البيجامه واعره والماكياج وطلقت الشعور. وقلت فراسي الله يا رب باش بغات عندنا هادي، وخصوصا ملي قالت لك راه غتبقى معانا وغتصوب معانا الحلوى. وانا نقز وانا نقول ليها لا، الحلوى غنصوبوها انا وياك كما كنديرو ديما. قالت لي لا، انا غادي نصوب بزاف، وبنت خالتي توحشته وبغيت تجلس عندنا واحد 4 ايام. وهنايا مرت لوسي الشيطانه كانت كتشكر في بنت خالتها، خلتنا واحد النهار حتى تجمعنا على الطبله كاملين وبدات كتشكر فيها. وباش كملاتها وجملاتها قالت لك كانت بغات تزوجها براجلي، يعني بلوسه. وهي تنقز وتقول لي ولكن مكتاب شافك وتزوج بك. وفي هاد اللحظه انا كنبرد في راسي. كون جات عليا انا كون نط ضربت عليها بواحد التريشه وشطوت بها الارض. ولكن ما بغيتهمش يقولوا بلي انا خايفه لا راجلي يطلقني ولا انا غيرانه منها. صافي. وهاد الايام لاحظت بلي راجلي ما بقاش كيعمر الدار بزاف. هنا حسيت بواحد الارتياح شويه، حيت العقروشه كانت كتعطي لبنت خالتها المكياج وتعطيها الريحه وتعطيها لباسها باش تعجب راجلي ويتزوج بها. وهذا الشيء غادي نعرفه من بعد. واخا كنت شاكه في الاول،
دوزت معانا الايام ومشات لدارهم، وانا كملت حياتي عادي حتى دزت على زواجي 8 شهور. حيدت موانع الحمل وتبارك الله حملت، وقلتها لراجلي وهزني بالفرحه وبقى كيدور بيا قدام العائله كامله. فرحوا. اما مرت لوسي دعيت معاها حيت هي مازال ما جابش ليها الله الولاد. دوزت الحمل ديالي بخير وتزاد عندي ولد جدو كبر بيه ودار ليه 3 ايام ديال الفرح. 3 ايام والناس عندنا في الدار كدوز 21 يوم على السبوع. مازال كاع ما كملت 40 يوم كنسمعوا الغوات بالليل. لوسي ومراتو كيتخاصموا، وكانت هذيك اول مره كيجبدوا الصداع. كتقول له الغدار واش هاد الشي بصح؟ تجمعنا كاملين كلشي خرج، عجوزتي شيخي راجلي كنشوفوا شنو وقع. المهم خرجت مرت لوسي كتبكي وكتقول لينا الخائن غدرني ومعامن مع بنت خالتي. مازال ما برداتش، مشات عنده للبيت وبدات كتسب فيه وكتشير عليه باي حاجه لقاتها قدامها. كنهضروا معاها وكنقول لها انا عليه الشيطان والو. طلع ليها الدم. قال ليها ياك لاله انت اللي كتهضري على الخيانه؟ بنت خالتك اللي جبتيها باش تطلقي خويا على مرته وتزوجيه انت بنت خالتك. بقينا مصدومين وحالين غير فمنا وكنشوفوا. كتقول ليه انت اش كتخربق، وجبد ليها الاوديوات ديالها اللي كتهضر مع بنت خالتها. قال ليها ونزيدك يا لاله بنت خالتك هي اللي عاودت ليا كلشي. قال ليها وانتي دابا جمعي حوايجك، انا راه كنبغيو بنت خالتك من نهار جبتيها لعندنا وهي عجباني، وانا وعجوزتي وراجلي وشيخي مصدومين فيهم ديال بصح. بقات مرت لوسي كتبكي وعجوزتي قربت ليها وبدات كتسكت فيها. اما انا قلت سرها. بغات شتت ليا شملي، ساعة ربي شت ليها شملها هي. وفي الصباح فاقت جمعت حوايجها ومشات في حال. ونض راجلها بلا عكز عليه مشى طلقها وقال لعجوزتي انا راه غنتزوج بنت خالتها. وقالت لي عجوزتي هذيك هي اللي ما تدخلش عندي للدار وصافي. وسمعنا باللي مرت لوسي الاولى نوضت قربالة مع بنت خالتها، نض تزوج بيها ومشاكره ليها بعيد علينا. فهكايا قصتنا غادي تسالي هنايا، قصتنا للعبره. وكنقول لكم سيروا بنيتكم فربي كبير، كل واحد غادي يجازي على قد نيته. الى عجبتكم القصه ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتخليوا لي التعليق ديالكم اسفل الفيديو باش تشجعوني ان شاء الله. نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله.